قدام أهرامات الجيزة واقف المتحف المصري الكبير كأكبر متحف أثري في العالم، بيحكي حكاية مصر من آلاف السنين. تحفة معمارية ضخمة فيها أكتر من 100,000 قطعة أثرية، منها المجموعة الكاملة لتوت عنخ آمون، وبتقدم للعالم حكاية الحضارة الفرعونية من أولها لحد النهاردة بطريقة تخلي التاريخ يعيش من جديد. الحقيقة إن فكرة المتحف المصري الكبير دي فكرة فاروق حسني. أنا ماليش صلة بيها خالص، أنا كنت ضدها على فكرة. ضدها إزاي؟ لما فاروق حسني قال لي إحنا عايزين نعمل أعظم متحف في العالم، أنا قلت له إحنا عندنا طبعا متحف الحضارة لسه هنتكلم عنه، وإزاي يبقى عندك 3 متاحف في القاهرة بس. فقلت له يا سيادة الوزير، هذا المتحف هيتكلف تكاليف ضخمة جدا، واحنا عندنا متاحف كتير جدا عايزين نخلص منها. انا رايي ان نعمل متحف لتوت عنخ امون في المكان ده بس. نمره واحد عشان انا ما افرغش المتحف المصري الكبير، اخليه بعظمته، وتوت عنخ امون لوحده هيقلب الدنيا. والحقيقه يعني دي الفكره دي كانت صحيحه، لان انت لحد النهارده صرفت على المتحف المصري الكبير ملايين الدولارات، اعتقد 200 مليون دولار، 2 بليون اعتقد. يعني انت دولة عندك مشاكل اقتصادية، لكن لما تيجي الحكومة المصرية بعد احنا ما سيبنا المتحف تكمل هذا المتحف وتصرف المصاريف دي كلها، دي رسالة ضخمة جدا للعالم، ان انت دولة بتحترم اثارها، ان انت دولة عارف أهمية هذا المتحف. إن الحقيقة اللي أنا شفته قبل ما أحكي لك على الوضع الحالي، إزاي مصر قدرت تبني المتحف المصري الكبير بالشكل المهيب ده اللي بيجمع بين عظمة التاريخ وأحدث تقنيات العصر؟ فقلنا طب هنبني المتحف ده إزاي؟ فالحقيقة أنا كان ممنوع عرض آثار توت عنخ آمون. الجهة الوحيدة اللي تعمل لك فلوس بره المعرض الوحيد توت عنخ آمون. اي معرض تاني مش ستار، انت لازم تجيب نجم. النجم الاساسي بتاعك في الحضاره الفرعونيه توت عنخ آمون. فعايز اعمل معرض، مش قادر. ليه؟ لما سافر اثار توت عنخ آمون، سافرت ايام ما طلعوا 55 قطعه نادره، وقع حاجه من تمثال، المجلس الشعب قال لك ريكويست مش قانون، ما يسافرش توت عنخ آمون. طب مش قادر اعمل حاجه، انا عايز فلوس، انا عايز اعمل متحف. فالحقيقه ان احنا حصل الموقعه بتاع الدير البحري ومات جماعه سويسريين، فسويسرا طلبت معرض توت عنخ آمون قصاد المصيبه اللي حصلت لهم. فاتفقت انا وفاروق حسني ورحنا مجلس الشعب، قلنا لهم احنا توت عنخ آمون ده فيه 5398 قطعه اثريه، لما تاخد 80 قطعه بس مش مكرره ومش فريده وتصفرها تجيب لك فلوس، اهلا وسهلا. وافق مجلس الشعب انه يروح بازل في سويسرا. في الوقت ده انا بدات ادور على شركات تاخد المعرض. ما هو انت بتدي المعرض ده المتاحف بتعمل فلوس وانت ما بتعملش حاجه خالص. انا للاسف قبل انا بمسك الاثار ما كانش انت بتعمل فلوس في المعارض نهائي. توت عنخ آمون بقى صفرته جاب لنا 120 مليون دولار، بنينا بيهم بقى المخازن ومعامل معامل الترميم عشان هيتصلوا بنفق للمتحف الكبير. وفعلا بدأنا عمل المعامل وبدأنا عمل المخازن وبدأنا عمل التنل وأعلنا عن المسابقة. حط أكتر حوالي 1600 مكتب معماري في العالم كله تقدم لهذه المسابقة، ودي مسابقة دولية عالمية لأول مرة بتتم. وشكلنا لجنة لاختيار أحسن مشروع. تم اختيار 3 مشاريع، لكن أهم مشروع الأولاني كان بتاع واحد صيني عايش في أيرلندا. وبدأنا التنفيذ. طبعا عملنا بقى إجراءات لا تتصورها. الحقيقة إن أنا عايز أقول لك يمكن اللي قام بدور عظيم جدا معانا في عمل الحاجات القانونية
خلي بالك ان انت تعلن عشان شركه، تعلن عشان معرض، تختار، بتحتاج حاجات روتينيه كتير جدا. انت في دوله فيها بيروقراطيه. وكنا عاملين حسابنا ان نفتح هذا المتحف في 2015. جه فاروق حسني مشي والثوره قامت، وطبعا كل حاجه وقفت. وانا قبلها بقى في 2010 قلت نبعت جواب نجيب اهم قطع اثريه موجوده في الخارج نحطها في المتحف الكبير بصفه مؤقته، زي تمثال نفرتيتي اللي في برلين، القبه السماويه اللي في لوفر، وحجر رشيد متحف بريطانيا. للاسف الثلاث متاحف قالوا لا، وانا زعلت جدا. ازاي المتاحف دي انا اعطيها الاثار دي وبتعمل معارض عندها ما باخدش منهم فلوس قبل كده، ويقول لك لا؟ والحقيقه انا قلت حاجه ايامها في الصحافه: I will make their life miserable. وفعلا عملت عليهم هجوم شنيع، وعملنا اول جواب رسمي في 2010 بعتناه لبرلين بموافقه رئيس الوزراء احمد نظيف في الوقت ده وفاروق حسني. مضيت جواب بعوده راس نفرتيتي. بعتوا لي في 28 مايو بعتوا جواب قال لك امضي الجواب ده من الوزير. كنت انا بقيت وزير، لكن طبعا الظروف ما كانتش تسمح بالرد. دلوقتي احنا عندنا وثيقتين موجوده في الانترنت، وانا من خلالك ارجو ان احنا وقع هذه الوثائق حوالي 450 الف واحد، وانا منتظر ان التوقيع يتم من مليون واحد. المهم المتحف وقف تماما من 2011 لما جه خالد العناني. كل اللي مسكوا قبل خالد العناني ما عملوش حاجه في المتحف. خالد كمل، والحقيقه ان انا من خلالك بحيي ايضا السيد الرئيس لانه اهتم بهذا المتحف اهتمام شخصي، وعين مهندس لواء وهو لواء مفتاح انه يشرف على كل الاعمال التنفيذيه. وفعلا المتحف اتصرف عليه حوالي مليار دولار لحد النهارده، بالاضافه للمليار الاولاني. والمتحف دلوقتي اصبح جاهز للزياره. شوف، هو المتحف فيه ايه الاول؟ ازاي ده اكبر متحف في العالم؟ لان اولا المتحف موجود على مشارف الاهرامات، هو مجاور اشهر اثر في الدنيا. لو عملت المتحف ده في حته تانية ما كانش حد هيخلي باله، لكن انت عامله وبص على الهرم. وكانت فكرتنا ده ان المهندس المعماري اللي كسب انه عمل الهرم مرتبط بالمتحف. ازاي يقدر المتحف المصري الكبير يغير شكل السياحة في مصر والعالم؟ انت خلاص مش محتاج تحط، لان اوريدي المتحف بقى واقع للعالم كله. ان الدعايه اللي موجوده، انا عملت في 33 بلد كل يوم كنت بطلع على الهواء 4 دقايق، والبرامج تانية 7 دقايق. جود مورنينج يا امريكا وتوداي شو، اشهر برامج، وفوكس تي في، اشهر برامج في امريكا. اهم حدث بتكلم عنه المتحف المصري الكبير. هو ليس متحف، هو اهم مشروع ثقافي في القرن ال21. وبالتالي هذا المتحف موجود دلوقتي على الخريطة العالمية في كل مكان في الدنيا، وأصبح كل المصريين في انتظار افتتاح هذا المتحف. وده بشوفه من خلال الناس اللي بقابلهم، من خلال اللي بسمعه. انت اهم حاجة موجود دلوقتي عشان تحول ده الى دولارات، لازم تكون هنا مستعد لاستقبال الناس. ايه اللي ممكن يرجع على مصر من افتتاح المتحف المصري الكبير؟ هيكون مجرد متحف جديد ولا بوابة لعصر سياحي مختلف تماما؟ انا بقول لك اهو ان مفيش بني ادم. انت السنة دي تتوقع بعد الافتتاح اللي هو هيحصل في 1 نوفمبر ده، ان انا كنت طبعا بتمنى الافتتاح يبقى 4 نوفمبر، لان انت بتفتح توت عنخ امون، و4 نوفمبر هو كشف التاريخ بتاع كشف مقبره توت عنخ امون. لكن اعتقد ممكن تكون في ظروف سياسيه. لكن انا بقول لك ان انت هذا المتحف عباره عن عمله صعبه لاقتصادنا. وده اذا كنت انت بتقول ان كان المفروض ان مصر يدخل لها 18 مليار دولار،
اعتقد ان هذا المتحف لوحده هيكون له عائد مادي ضخم جدا، نتيجة ان هو حاجة موجودة في الاجندة بتاعت كل عيلة في كل مكان. انا كنت لسه في ايطاليا، جاي بقالي 3 ايام، رحت عملت محاضرة في بلد اسمها اريتسو، وعملت بوك ساين، توقيع رواية انا كتبتها في كاتانيا، في بلدين. 1000 واحد اللي كان بيحضر كل الاسئلة بتاعتهم المتحف المصري الكبير. واحد قال لي انا بحوش عشان انا اخد مراتي وولادي عشان ازور مصر عشان اشوف المتحف. حتى قبل ما قال لي زور الهرم انا ازور المتحف. فانت دلوقتي عندك دعايه موجوده في كل مكان في الدنيا. انت اهم حاجه تستعد ان تستقبل الناس دول، عشان لما يجوا يبقى فيه راحه في الاقامه، في المواصلات، في المرشد السياحي، في الخدمات. لازم تستعد لهذا الحدث العظيم، لان العالم كله هيبص ليوم هذا الافتتاح. والعالم كله بلا شك ان اي رئيس دولة واي ملك او ملكة في كل مكان فاضي في وقت ده هيجي يحضر الافتتاح. فانت انظار العالم كلها في 1 نوفمبر هتكون متسلطة على لحظات الافتتاح العظيمة اللي هتهز الدنيا كلها. ليه العالم كله مستني افتتاح المتحف المصري الكبير؟ انا هقول لك حاجة، انا ما بسافرش اي بلد في الدنيا، العامة اللي في الكافيه واللي في المتحف واللي في اي مكان في الدنيا، المتحف الكبير هو الوطن في كل مكان في العالم. لا يعني لا مش هيسبق الهرم، لكن هو يمكن ايقونة زي الهرم دلوقتي، على اساس ان انا بقول يا جماعة خلي بالكم افتتاح المتحف ده هيعمل لنا فوائد لكن مصايب. ان انت العالم كله هيجي لك. انت ايه الاوتيلات اللي هل انت مستعد؟ فنادق جنب الهرم مفيش غير 3 4 5 فنادق. اللي هيجي بقى في مطار السفنكس ده عشان يزوروا المتحف بس والهرم وسقاره ويرجع تاني بسرعه، لازم يكون في مكان تقعد فيه. فانا بقول لك هذا المتحف هيجيب لك دخل سياحي اقتصادي على اعلى مستوى. ومش هيهمه بقى ان في حرب في غزه او في حرب في اوكرانيا، مش هيهمه حاجه، هو جاي لان امله في حياته قبل ما يموت يشوف هذا المتحف العظيم، لان ده اصبح ايقونه عالميه. لم يحدث في العالم كله ان في متحف خد دعايه زي هذا المتحف، المتحف المصري الكبير. انا في محاضراتي في 33 بلد في الصيف اللي فات ده كله، في كل بلد في 2000 واحد، كنت بعرض دقيقتين فيديو للمتحف المصري الكبير، وبعد يخلصوا في نهايه محاضرتي اقول لهم يا جماعه احنا عملنا اعظم متحف في الدنيا. هذا المتحف مردوده الاقتصادي هيكون له حاجه عظيمه جدا، مش مهما تعمل صادرات او قناه السويس او ده اهم من قناه السويس، ده اهم من صادرات في الدنيا، لان هيجيب لك عمله صعبه بدون تعب. لكن انت لازم تستعد للعمله الصعبه دي، تستعد لها من فنادق ومن اماكن ومن مطارات ومن لان ما فيش واحد في الدنيا دلوقتي غير هيحوش عشان يجي يزور مصر. فبالتالي عندك مردود ثقافي عظيم جدا. لما المتحف بقى فيه ايه الوقت، احنا فاكر انا قلنا ان اهم حاجه اللي تضرب تعظيم سلام لكل سائح داخل تمثال رمسيس، والتمثال ده كان موجود في باب الحديد. ازاي الناس في مصر والعالم بيستعدوا لافتتاح المتحف المصري الكبير؟ وهل التجهيزات دي هتخلي الزيارة تجربة استثنائية فعلا؟ مفيش عيلة في اي مكان في الدنيا غير بتستعد عشان تيجي تزور المتحف. فانت عندك انت دورك بقى دلوقتي ما تحتاجش تعمل دعاية للمتحف، الدعاية معمولة. انت تحتاج تستعد للناس اللي جاية عشان تقدر ان انت تعامل السايح وتعامل الزائر بطريقة مريحة، وتخليه يزور هذا المتحف بطريقة جميلة وسهلة وبسيطة. جاهز تعيش رحلة عبر الزمن؟
المتحف المصري الكبير هيفتح أبوابه رسمياً يوم 1 نوفمبر 2025، وده الحدث اللي استناه الكل بفارغ الصبر. هنا هتشوف أروع الكنوز اللي بتحكي تاريخ أقدم حضارة في العالم معروضين لأول مرة في مكان واحد، وأشهرهم مجموعة الملك توت عنخ آمون كاملة. المتحف كبير جدا وفيه أكتر من 100,000 قطعة أثرية، مجهز بأحدث الوسائل عشان تحس روح الحضارة المصرية على أصولها، وفي مكان فخم وحدايق جميلة. بقول لكل المصريين، وبقول لكل شاب، وبقول لكل إنسان في مصر، أنت عندك حاجة هتفخر بيها، حاجة هتضرب لها تعظيم سلام، حاجة كل ما تسافر كل مكان في الدنيا وتقول أنا من مصر، هيقول لك المتحف المصري الكبير، أعظم مشروع ثقافي في القرن 21. وأنا بقول لكم وبقول لكل مصري وبقول لكل إنسان إن يزور هذا المتحف. وأنا على فكرة سعيد جدا إما بزور المتحف وبلاقي عائلات من كل مكان في الدنيا موجودة. المتحف المصري الكبير هو مرآة لك عشان تشوف حضارتك وتشوف تاريخك وتقول إن أنت أعظم إنسان قدم للحضارة، هذه الحضارة العظيمة اللي بتبهر الناس في كل مكان. فأنت ما تروح المتحف المصري الكبير هتكون فخور بمصر. خليك دايما جزء من التاريخ وعيش تجربة المتحف المصري الكبير اللي بيجمع حضارة آلاف السنين في مكان واحد. مصر بتفتح لك أبوابها علشان تحكي حكايات زمان.